طيب الحين ايش تبون مني؟ شنو المطلوب اللي سيبها امان. هذا رجال يقوله. شوف ابو جراح بعد حيي. يشهد الله يشهد الله. قلت انا يا براك اول واحد حضر عندنا، لان حنا اخويا وعشره عمر، وجاء على امور مشاكلنا وقف معانا لان حنا اخويا، وفهمتهم ما عاد في انا والله مالي شغل ببث فلان وكل واحد مسؤول عن بثه. هذه الامور كلها اليوم انا يا ابو جراح حطيت عليها خطوط حمر، كل هذه الامور. يا اخوي ترى الدين ارحب مرجله. يا نجم، اطلع اطلع. الدين مرجله. صار انت رجال اصلا ما فيك خير. صح. انا ما خسر الرجال علشان خرابيط فلان وعلان ولا انا مالي شغل ولا كذا، لا. وبعدين يا اخوي يا رب لك الحمد. الواحد يعني يحتوي اخوياه واخوياه يحتوونه. نضيع بالراي يلقى ناس اهل راي يردونه، ونضاعوا بالراي يلقون خوي لهم. نعم. احنا هدفنا واحد وقضيتنا واحده الباشا قال الكلام كيف وكذا، عالم يشطح العالم على اخويانا يسبسب بهم، صار يفتح بنا بثوث، جايبن واحد مطيري يسبني ويسب براك ويسب الثاني والثالث. طيغمي مرحبا ومسهلا، يلا نتحييك. السلام عليكم. ارحب يا ابو براك. اقول اهم شيء المعصوب. اي نعم، اي بالله اهم شيء المعثور. اي بالله المعصوب والمطبق. معصوب ابو جراح. اي نعم. ما ادري عاد هو موجود تحت ولا طلع. والله مبلوشين يا ابن اخي بهالمشاكل. البثوث صارت. اي بس انا ودي انه يعني المسائل الشخصيه نترفع، نخليها للذباب. المسائل الشخصيه خلوها للذباب. الذباب اذا منه عجز عن مناقشه الفكره يستهدفك شخصيا عشان يضيع الموضوع. صحيح. اي فواحد اخطا يعني يتركوه عشان احتمال انه يرجع لصوابه. عبد الله سلمت. الرجال صار له 7 اشهر هو اللي مسوي مشاكل، هو اللي ما قاعد يخلينا نفتح بثوث. هو ويوم جبته تكلمت انا وياه خلاص ما في شيء. العصر وانه يرسل لي رسائل. اي فهد. اي يهايط. انا ما اعرفه فهد ترى. ولا حنا نعرفه والله، ما ادري من وين فهد. بس انه هو ما يعني هو ومن حقه هو يعني يميل للي هم الدولة حرف 11 نمبر 11. شوف لا يا رجال، لا ما هو كفو يوصل المواصيل هذا. هذا يا طويل العمر هامان وفورد وطقتهم ما خلوا كلمة على أمه على خواتها ما قالوها. أنا بالنسبة لي جيت له فزعة، خويي محسوب علينا، وصار الطحن بيني وبينهم يا طويل العمر لدرجة صار يحطون الحين صور يفتحون بها بثوث. فهد من يومين راح عند هامان، أنت يا كابتن، وجبته عندي في البث كلنا موجودين. قلت أنت منو اللي سمح لك تروح على كابتن وتصالحه وما ادري كيف وعلى حسابي وعلى حساب كرامتنا واخوياك اللي فزعوا معاك؟ ليش رحت عليه؟ جيت قلت له انت حكومه، انت ايش وضعك؟ طبعا مسحت فيه البث رايح جاي، ما خليت كلمه عليه ما قلت لها. قال لعنه الله على هامان وعلى فور. قلت لا سبه بامه. ما انا ما سبه، انت بتمشيني على كيفك ما ادري كيف ما ادري كيف. من كثره عشان اوصل. ما قمنا وتصافينا انه كان ما في شيء. الرجال العصر خرب الدنيا لدرجه راح بعد على هذا الدكتور فراس اللي هنا في النمسا، قال له طلال يتكلم عليك طيب الرجال بدا يسوي مشاكل يا عبد الله. يا طلال لو تسمح لي، لو لي وزن عندك. شوف لو لي وزن وقدر عندك الموضوع هذا تكفى
طلعا وطلعنا منه. تمام. لان الحقيقه انا هامان هذا طلع عن على حقيقته من مبطي، يعرفون اني انا تخالفت معه يعني من زمان، لكن الحقيقه فورد يعني ما بيني وبينه الا كل احترام. فادري انه بينكم انتم مشاكل وكذا، بس طلعونا من هالسالفه تكفون يعني. اول شيء انا فورد ما في بيني وبينه اي مشكله مره. انا رجال كنت غايب عن البثوث وجيت لقيت منزل مقاطع يسب بها شمر. اسمع يا عبد الله، خلنا نجيبها من هنا. وانا يوم دخلت عليه على البث يمكن براك كان موجود. شوف شنو كتبت الفورد. انا كتبت مرحبا عمي فورد، شلونك، شو اخبارك، عساك طيب، بشرني عنك. اول شيء قلت له عمي، قلت يا عمي انت وابو مزنه بينكم مشكله، ليش مدخل شمر وتسب الرشيد وتسب الجنازه وطلال؟ قال انت مسوي حميه، انتم لولكم رجال عبد العزيز سووا وسبوا ومدري ايش ومدري ايش. اما اذا انا رجال يا عبد الله بيني وبين احترام، اوكي ما اختلفنا على عيني وراسي، بس انه يسقط علينا وعلى مشايخنا وعلى امرانا، لا والله يعقب ابوه على ابو اللي جابه. طلال ما ابو شك يعني، اكيد انك انت ما تشك باحترامي لك يا طلال. ما يحتاج. اي انا اللي بقوله الشخص اذا غضب، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تغضب. الشخص اللي غضب ترى ما يصير صاحي، والشخص اللي اذا غضب يطلق مرته ويسويها. يا جماعه طلعونا من هالسالفه تكفون، لا تخلونها شخصيه. ما في شيء يعني والله، احنا لا مسوي مشاكل ولا شيء، والله احنا بروحنا طلعوا بالسوالف واجد. اما هذه كلها مشاكل شخصيه، انا ما التفت له. خلوا كل واحد لهذا مسؤول عن نفسه. انا ما شفت شيء، ولو شفته اتكلم معه انا بوقتها، لكن هو غايب ما اقدر اتكلم على واحد غايب يعني في هاللحظه، ولا هو مناسب تجيبونه وتصير محاكمه وكذا. خل كل واحد وش اسمه، اذا صارت مناسبه انا اتكلم معه يعني، لكن واحد غايب تكفون لا تجيبونه. اما هذا هامان انا مشطب عليه مبطي ترى. ما هامان وفورد طينتهم وحده. لا بالنسبه لك انا احترم رايك، ولكن انا لي راي مختلف. يا عبد الله يجيب مصري ومغربي ويقعد يسبون ببنات السعوديه. يا جت مناسبه ابد اتكلم معه. هلا والله انا اضم صوتي لصوت عبد الله. حياك الله، هلا بك والله وسهلا. انا اضم صوتي لصوت عبد الله. فكونا يا اخي، اذا احنا بنناقش الموضوع فهو ترى من شهر شوال للحين الى شهر محرم، واحنا لتو عجن بهالسالفه ذي.